مرة القديس مكاريوس الكبير حورب بشكل كبرياء، انه اب راهب واب جبل وهيصة طويلة عريض، وقال لربنا مين يعني سالك في درجتي؟ فربنا قال له تذهب الى الاسكندرية، وفي 2 ستات متجوزين ومخلفين في البيت الفلاني، هم دول درجتهم زي درجتك. درجتهم ايه زي درجتك؟ الراجل ده معقول ده؟ راهب واب رهبنه ورئيس برية سيفيد كلها والاف من الرهبان تحت منه، وراجل بتاع معجزات وبيقيم موت، ويبقى درجته زي الاثنين الستات المتجوزين دول المخلفين؟ فراح هناك وقابل الاثنين الستات وقعد معاهم، قال لهم قولوا لي سيرتكم ايه؟ قالوا له يا ابونا احنا مين؟ الناس الخطاه المسكين اللي لا رحنا ولا جينا عشان تسال سيرتنا. قال لهم ما تخبوش عليا، انا ربنا بعتني ليكم مخصوص انتوا الاثنين بالذات. فلما لقوا ما فيش فايده حكوا له سيرتهم وكيف عاش بالنقاوه وبالمحبه كل واحده للاخرى. ان عيط ابن واحده تشيله الثانيه في حب عميق، كل واحده بتنكر ذاتها وتعيش من اجل اختها في حياه تواضع وانكار ذات ومحبه عجيبه. قال لهم بالحق هذه هي الحياه المقبوله امام الله.